في البداية قُل لي إيه هي جريمة الاستيلاء على المال العام؟ جرائم الاستيلاء على المال العام ببساطة إمم. هي جرائم بتندرج تحت جرائم العدوان على المال العام. جرائم اندرجت في قانون العقوبات أو افرض لها النصوص على اعتبار أنها تقع من الموظفين العموم. إمم. ففعل الاستيلاء هو قيام الموظف العام بالاستيلاء على أموال أو أوراق أو ممتلكات، مش بس أموال. إمم. من الممكن أن يكون أو أن يقع فعل الاستيلاء على الأوراق أو السندات أو الممتلكات التابعة للدولة. مش فلوس بس يعني. لا، أوكي. ويستوي في هذه المسألة فعل الاستيلاء أن يكون هذا الفعل المجرم تم من الموظف أو من حد غيره، زي إمم. أنه يمكن غيره من الاستيلاء. يعني أوكي. مش لازم يستولى بنفسه، مش آه. لازم هو بنفسه اللي ياخد الفلوس، مش لازم تمام. هو بنفسه اللي ياخد المال العام. إمم. يجوز أنه يساعد آخرين أو أنه يمكن آخرين من الاستيلاء على المال العام، فتتحقق بهذا التسهيل إمم. لوقوع الجريمة. إمم. جريمة الاستيلاء على المال العام هي جريمة من الجرائم أو جريمة من جرائم العدوان العام زي ما وضحنا، وهي تمثل خطورة فوقعها صعب على المؤسسات كونها تمس الذمة المالية للدولة. صحيح. المشرع أراد أن يجابه هذه المسألة وأن يكافح هذا الفساد المالي والإداري، فوضع له النصوص التجريمية ومن بعد النصوص العقابية في نص إمم. المادة 113 عقوبات. هذه المسألة وتحدثت مع سيادتك كثيرا في أكثر من موضع عن جريمة الاختلاس. إمم. فجريمة اختلاس المال العام تتشابه مع جريمة الاستيلاء على المال العام، ويختلفان في موضع، فيتشابهان في موضع ويختلفان في موضع يختلفوا آخر. في إيه بقى ويتشابهوا في إيه؟ تتشابه الجريمتان في أنهما من الجرائم التي تقع من الموظفين العموم، إمم. جرائم لا يمكن القول بأنها أو بأننا أمام جريمة استيلاء أو اختلاس إلا إذا كان الشرط المفترض متحققا في مثل هذه الجرائم، وهو إمم. أن يكون الفاعل في هذه الجريمة الاستيلاء والاختلاس لا بد وأن يكون موظفا عام. تمام. لكن الاختلاف في هاتين الجريمتين هو أمر جوهري في شأن المال نفسه أو موضوع الجريمة أو اللي إمم. هو السلوك الإجرامي. في جريمة الاستيلاء مش أيوه. لازم يكون المال مسلم إلى الموظف العام بمناسبة وظيفته أو بسبب القيام بأعمال وظيفته، إمم. لكنه على الجانب الآخر يشترط في جريمة الاختلاس أن يكون هذا المال عُهِد به إلى الموظف العام بمناسبة القيام بأعمال وظيفته وأن يكون في عهدته. طيب إمم. زي إيه؟ زي أمين العهدة اللي هو أمين الخزينة، الراجل اللي بيتسلم أموال في الخزنة بتبقى في عهدته. هذا صحيح. الموظف العام إذا قام بأخذ أي أموال إمم. من هذه الأموال التي توجد في عهدته، شريطة أن يكون تتجه لديه إرادة التملك أو أن يظهر على هذه الأموال كمظهر مالك، أن يأخذها إمم. لنفسه يعني. إمم. فتتحقق هذه المسألة ويكون هذا الفعل هو جرم الاختلاس اختلاس. لا محالة. تمام. أما إذا كان موظفا عام قام بالاشتراك مع آخر أو زور بنفسه أمر صرف في وجد به مبلغا معين وقام بصرف هذا المبلغ دون وجه حق، فهذه لا تعد اختلاسا على الإطلاق، كون هذا المال الذي استولى عليه لم يدخل في حيازة الموظف ولم يدخل في عهدته ولم يسلم إليه، بل إمم. هو استولى عليه عن طريق تزوير هذا أو القيام بتزوير أمر صرف مبلغ معين وراح سحب الفلوس من الخزنة. إمم. فشتان ما بين الجريمتين في مبادئ الاتفاق والاختلاف. وكثيرا من الأحيان نرى في القضايا التي تعرض علينا من قضايا المال العام في شأن الاستيلاء والاختلاس، إمم. وهما جريمتين يعني منتشرين من مع الجرائم الأسف. المنتشرة من جرائم العدوان على المال العام. إمم. فأحيانا ما نجد أن النيابة العامة تصبغ الوصف القانوني أو إمم. التوصيف القانوني للجعل المادي المجرم في شأن جريمة الاختلاس مثلا، إمم. وحينما نطالع الأوراق نجد أن شروط وأركان الاختلاس لا تتوافر، بل أن ما وجد بالأوراق هي جريمة استيلاء. فها إمم. هنا الدفاع ينازع في التوصيف القانوني للجريمة إمم. وينازع في أمر الجريمة ذاتها حيث لم تتحقق أركانها وشروطها، لأن الموضوع ده بيؤدي بالتبعية إلى اختلاف الجريمة إمم. واختلاف الأركان، وهذا بالطبع قد يؤدي إلى اختلاف العقوبة. لأن احنا بنقول أن الوظيفة العمومية وفي حديث الصفة العمومية نفسها إمم. فلا يجب أن يكون
الموظف العام متمتعا بدرجة وظيفية محددة، مش لازم يبقى على درجة وظيفية معينة، عشان بيجي لنا الناس في النوع ده من القضايا وبنلاقي الكلام ان هو اصل هو دوره استشاري، اصل هو الفلوس ما كانتش في عهدته، اصل حاجات كتير جدا. الدرجه الوظيفيه نفسها غير معتبره في شان هذه الجرائم وجرائم العدوان على المال العام ككل، بل لابد وان تتوافر الصفه العموميه في المطلق او من هم في حكمهم بالنسبه للموظفين.